السلام عليكم ورحمة الله، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذه الحلقة راح اوريكم طريقة عمل اسوارة باستعمال خواتم او طريقة تحويل خاتم الى اسوارة جميلة. فاذا احنا بحاجة لخواتم هذا الشكل، هذا تكون خواتم عادية ما فيها لا احجار ولا زخارف، فقط عادية، تكون فقط دائرية. ومحتاجين 4 خيوط، خيطين طولهم 100 سنتيمتر وخيطين طولهم 50 سنتيمتر. ممكن تختاروا الخيط اللي يناسبكم. فاذا نبدا على بركه الله. انا راح استعمل الخاتم اللي لونه رمادي، ثم ناخذ الخيط اللي قصير اللي طوله 50 سنتيمتر وندخله في الخاتم بهذه الطريقه هذه، ونخرج هاد الخيطين من هذه الجهه بهذا الشكل هذا. ثم نقوم بنفس العمليه بالنسبه للخيطين طوال. هذا الخيط طوله 100 سنتيمتر، يعني تقريبا متر، ناخده من المنتصف ثم ندخله في الخاتم، ومن بعد ندخل فيه هاد الخيوط. نقوم بنفس الطريقة بالنسبة للخيطين من هذه الجهة الأخرى. ناخذ الخيط القصير اللي طوله 50 سنتيمتر، ناخده من الوسط ثم ندخله في الخاتم من هذه الفتحة، نخرج هذا الخيط. ونفس العملية بالنسبة لهذا الخيط أيضا، ناخده من المنتصف ديالو ندخله في الخاتم، ولكن هذه المرة ندخل فيه الخيطين، يعني الخيط الطويل والخيط القصير. تنحصلوا على هذا الشكل هذا. ثم نبدأ عملية العقدة. لو شاهدتوا الفيديو او الفيديوهات اللي انا عملت فيهم هاد الاساور، فانا راح استعمل نفس العقدة. فاذا في الوسط نخلي الخيطين قصيرين، وهنا على اليمين وعلى اليسار عندي الخيطين الطويلين. ناخذ هذا الخيط نمرره لهذه الجهة، ثم هذا لهنا، نقص الخيطين وندخله هنا. ثم نقوم بالعكس، ناخذ هذا لهذه الجهة وهذا فوقه اسفل الخيطين، ثم ندخله هنا. ثم نقوم بالعكس. ثم مرة أخرى. ونكمل بهذه الطريقة. وهذا هو شكلها بعدما كملت الجهتين. نجي هنا لآخر عقدة، نحاول نضغط عليها جيدا، ثم ممكن نقطع الخيوط من هنا لو حسيناهم انهم طوال. ونعمل عقدة في نهاية كل خيط حتى نجمع الخيوط ال4. وهي الإسوارة أصبحت جاهزة.
إذا أتمنى الفكرة تنال إعجابكم وتجربوها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.